في مرة وأنا في المسجد سمعت واحدة بتبكي وبتقول: يا اللي جبت سيرتي، ويا اللي ظلمتيني، ويا اللي اتكلمتي عليا، ويا اللي سقفت لهم، ويا اللي سكتي وانتي عارفة الحقيقة، ويا اللي ساعدتيهم، ويا اللي فرحتي بظلمك ليا، ويا اللي كنتي سبب في قهرتي. موعدنا يوم القيامة. أنا فوضت الأمر للمعز المذل، اشتكيت للي بيرفع ناس وبينزل ناس، اشتكيت للي لا بيغفل ولا بينام، اشتكيت للجبار هو اللي هيجيب لي حقي. أنا اشتكيت للي مفيش بينه وبين المظلوم حجاب، اشتكيت لقاضي السماوات والأرض، اشتكيتكم للشاهد والقاضي والحكم العدل. وأنا بسمعها لقيت قلبي ترج من مكانه، من قوة كلامها بينها وبين ربنا، من كتر ما بتشتكيله، من كتر القهرة اللي كانت بتتكلم بيها وهي بتبكي. ايه اللي يوصل إنسان إن هو يشتكي حد لربنا بالشكل ده؟ وعلشان ايه؟ هتقف قدام ربنا يا اللي ظلمت وقهرت واتجبرت، هتقف تقول له ايه؟ ما توصلش حد انه يتقهر منك بالشكل ده. مش مستاهلة والله، مفيش حاجة مستاهلة، دي ما تسواش عند ربنا جناح بعوضة. والله ما مستاهلة ان حد يفضل ينام طول الليل على مخدته يبكي ويتحاسبن عليك. يا اللي ظلمت فوق قبل فوات الأوان، لأن ربنا العدل اللي ما بيظلمش حد ولا بيسامح في حقوق العباد. رسالة النهاردة بتقولك: اوعى تظلم حد ملوش الا ربنا، اوعى تقهر حد هيوكل ربنا فيك، اوعى تيجي على حد هيفوض أمره لله فيك. وما تنساش: إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم.